بقيت باشتري حاجات عشان أحس بالسعادة اللحظية، وبمجرد ما أشتري الحاجة دي عاوز أشتري حاجة أعلى منها وأحدث منها. اشتريت جرعة صغيرة فأنا عايز جرعات أكبر من الشراء، وبمجرد ما أجيبها أحس إن أنا عايز حاجات أكتر أشتريها بس عشان أهدي الشعور اللي جوايا اللي بدور عليه طول الوقت. واللي مساعدني على ده هو السوشيال ميديا والإعلانات اللي بتظهر لي. حرفيا عقلي بيفكر كده مع الإعلان. بتعاني من الصلع الوراثي؟ عايز تعرف إيه الحل؟ قول لي بالله بسرعة. أنت فاكر إن الموضوع صعب؟ بعاني من الموضوع ده وسط اصحابي. جاي اطمنك واقول لك هقول ان الحل في دي حلو قوي ده، ان الحل في دي حلو قوي ده. حبايه مستخرجه من دوله مش موجوده على الخريطه، قادره على توقف هرمون الاي بي سي دي المسؤول عن الصلع الوراثي، وبسعر خيالي. اطلبه دلوقتي حالا، هروح اشتريه حالا. ويبدا يوريك نتائج قبل وبعد. وطبيعي عشان ما تحسش بالنقص اللي الاعلان خلاك تحس بيه هتشتري، رغم انك ما كنتش ناوي اصلا تشتري قبل ما الاعلان ده يظهر لك. وبقى في ضغط دايما انت بتعيشه، وانك لازم يكون عندك كل حاجه عشان تكون مبسوط. ومع الوقت بيكون عندك شعور دايم بعدم الرضا، والسبب في ده شركات الدعايه، وهم السبب في تشويه تفكير الناس واستغلال اي حاجه بتحصل في العالم عشان يخلوك تشتري اكتر، حتى لو هيجوا على حقوق الطفل. وانت يا عيني عمال تشوف كل الناس حواليك على السوشيال ميديا بتشتري حاجات غاليه، عربيات، فيلل، شقق. حد يجيب كاميرا ب 150,000 او ب 250,000، وحد تاني يجيب موبايل ب 100,000، وبيصرفوا مبلغ في اكله. انت بتفضل تشتغل 12 ساعه في اليوم عشان تجيب حق الوجبه دي في اخر الشهر. وكل ده بقى بيأثر عليك وعلى نفسيتك، وممكن يجيب لك اكتئاب. دايما الشركات بتصدر لك فكره ان انت دايما محتاج منتجاتها عشان تعرف تعيش. وده حله انك تعرف يعني ايه مينيماليزم. والمينيماليزم هي اسلوب الحياه البسيطه، وهي ان يكون عندك الحاجات الاساسيه بس، وانك تركز انك تشتري الحاجات المهمه بس وهتفيدك، وتبعد عن الحاجات اللي ملهاش لازمه وكركبه على الفاضي. انك تخلي الدنيا حواليك مش متكركبه، وكل حاجه حواليك بتهمك فعلا وتستخدمها، مش مجرد انها مركونه كده وخلاص. مش شرط يكون معاك احدث ايفون عشان كل اللي حواليك جابوه، بس لو شغلك محتاج كده اكيد يعني ربنا يوسع عليك وجيب، ما بقولكش لا. انما الاقيك بتستلف فلوس عشان تشتري مثلا اطقم او كوتشيات او حاجات كتير هي اوريدي عندك، ده بقى اللي يزعل. المهم انا عايزك انت المتحكم، هتصرف ايه وليه، وايه المنفعه اللي هتعود عليا اما اصرف الشيء الفلاني، سواء بقى في موبايل، في طقم، في عربيه. وكالعاده هديك مثال على نفسي. الاول كان معايا موبايل تعبان زي ما قلت في الفيديو اللي فات، فالحمد لله ربنا كرمني وجبت غيره. ومن شهرين ثلاثه كده نزل الاحدث منه، هو ده 54 ونزل ال 55. خلاص ده راحت عليه، وانا كنت عايز اشتري الاحدث منه بس لمجرد ان الفيرجن الجديد نزل. ونفس الحوار الاضاءات والمكان اللي انا فيه دلوقتي وحاجات كتير بقى، يعني دايما عايز الاحسن منها. وفكره امتلاكي احسن سكيت هيخليني اجمد حد ومفيش مني اتنين والكلام ده. مش هكدب عليك، هو انا كنت اجمد حد وقتها وكله كان بيحسدني عليه، بس بعد كده خلاص الشعور ده راح وراحت عليه، وبقى ديكور قدامك اهو. تخيل حاجه بقيمه 470 دولار، يعني حوالي 23,000 مصري، محطوط بس للزينه، فاهم؟ بس بيني وبينك كده انا بصراحه اشتغلت بيه وجبت بيه فلوس حلوه، يعني اشتغلت اشر وكده. فالمهم انا مش عايزك تغلط غلطاتي، وانك لازم تكون مواكب للحاجات الجديده، وانك تبقى احسن حد من صحابك. انا السكيت القديم اللي كان عندي ما كانش وحش، وكان احسن من ناس صحابي كتير. باقي الشله جابوا حاجات احدث، فانا لا، انا عايز اجدد انا كمان. اللي هو انا عايزه احدث حاجه بقى، اللي هو ايبك 9، كربون ما بيتكسرش، الكلام ده كله. والحقيقه بقى انك عمرك ما هتكتفي في حاجه هي اصلا مش مهمه بالنسبه لك، وهتفضل تشتري وتشتري وتشتري. وفي النهاية عايز اقول لك انك تفكر مرة واثنين وثلاثة قبل ما تشتري اي حاجة، وتشوف فعلا هل انت عايز تشتريها ولا المجتمع اللي فرض عليك وقال لك انك لازم تشتريها. ودي الحلقة الرابعة من شرارة التغيير او خطوة للتغيير. صح، ما تنساش تكتب كومنت وتعمل سبسكرايب، وقول لنا برضو عايز الحلقة الجاية عن ايه. انا عمر ابو رزق واتمنى لك التوفيق. دمت بخير.